إذا كان فيكم من هو مستعجل للذهاب إلى جهنم فليبرز لي هيا. بسم الله. أخبرني أيها القط الصغير، من نفخ فيك لتؤدي دور الأسد؟ عد إلى أمك أيها الغلام، فأنت لا تزال صغيرا لتقارع الفرسان، وما بيدك ليس آلة لعب بل سيف، ونحن جئنا للحرب لا للعب. فاذهب وليأتي ولي أمرك. يا ابن نمير، ألا يكفيك كل هذا الرجز؟ ألا تريد أن تتقدم للحرب لتثبت أنك رجل محارب قوي وشجاع؟ يا هذا، اذهب ومرغ أنفه في التراب واثكل أمه به. لا يا منذر، لا، لا تترجل، لا تترجل. أهذا ما أردته؟ وهل بعد المنذر جاء دور جعفر؟ لا تضيع أجر مجاهدة المنذر. المنذر لم يكن كفوا لهذا الميدان. كان علي أن أذهب بنفسي وليس المنذر. أنا آسف يا حضرة الخليفة، لقد حارب المنذر رحمه الله بكل بسالة، فأذن لي بالذهاب إلى الميدان لكي آخذ بثأر المنذر. لا يا ابن مطيع، من أنت؟ ولماذا أنت متنكر؟ دعك من هذا وأرني ما عندك من قوة يا ابن نمير. لقد سألتك من أنت؟ في ميدان النزال والحرب
السيف فقط هو الذي ينطق عن اسم صاحبه. هيا فليخرج إلي أقوى رجالكم لأريكم جميعا من أنا. اذهب لمبارزته. إن اسمي حطب، ومشهور بفارس يليل الشام. وأنت ما واسمك؟ لقد أزعجتنا أيها الصعلوك. كيف تريد أن أقتلك؟ بالنسبة إلي أفضل أن أبتلعك. لم أكن أمزح معك. أردت منك أن يبرز إلي ما عندك من زبدة مقاتليك، أم أن كل رجال جيشك مثل هذا البو المنفوخ؟ يا مختار، أهذا أنت؟ قل لي بماذا بعت شرفك؟ بالحكم على العراق؟ آل الزبير مخادعون لم يوفوا بعهودهم. تعال إلينا، أعاهدك بشرفي أن أتوسط لك عند الخليفة يزيد لكي يسلم لك الحكم على العراق. كفى حربا هذا اليوم. اقرعوا طبول وقف الحرب واحملوا الجنازتين من الميدان. مرحبا يا أبا إسحاق، سلمت يداك. جعفر، احملوا جنازة المنذر. مصعب، يجب أن تحذروا حملات العدو المباغتة. لا تنخدعوا بأبواق وقف الحرب، فالحرب في أوائلها. ابن نمير لم يقطع هذا الطريق إلى الحجاز لينسحب.